السلام عليكم متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، ورجعنا بفيديو جديد وفيديو كلش حلو وما بيه كل تكاليف للخياطة. طبعا هاليوم راح اسوي اني نفنوف العمر سنة ونص سنتين هم يلبس، بس بشي اقتصادي بنات. كلكم تعرفون الفوط او الشيلة الفانيلة اللي هسه رايجة بالاسواق وكل البيوت موجودة تقريبا بيها. تشوفون اني هاي الفوطة طبعا موجودة عندنا بالبيت أكثر من لون وما محتاجينها. قلت خل أسوي بيها نفنوف صغير، وطبعا صارت أكثر من نفنوف، صارت قطعتين يعني نفنوفين بالفوطة الوحدة أو الشيلة. قلت لكم يلبس من عمر سنة ونص إلى سنتين. طبعا هذا الطول تشوفونه بعد ما طبقت الفوطة 4 طبقات. حفرت حفرة الأبط اللي هي كانت تقريبا 8 سنتيم، وخليت تشوفون الدلعة مال الصدر مربعة، والطول حسب اللي تردونه قصيرة أو طويلة. طبعا راح أسوي رياضي دار مدار لاستيك. هنا بعد ما حفرنا الصدر والظهر طبقناه قلت لكم 4 طبقات لقطعتين أريد. خذت المتبقي من القماش وحفرت هاي حفرة الأبط نفس القياس مال حفرة الأبط اللي بالشليل، يعني فصال كل سهل. مجرد حفرة أبط تعطينها 8 سنتيم ودلعة مربعة، وهاي الردي لازم نسوي بيها دوران على مود تصير مثل الكلوشة، وهالشكل خلاص فصال النفنوف أو الدشداشة. طبعا الطيت زيادة، طبعا أنا هنا مستوى الكتف الطيته تقريبا 17 سنتيم. ليش؟ راح أخلي بيها لاستيك، والصدر والظهر هم لاستيك. أول شغلة طبعا انتقلنا على الماكينة، أول شغلة بديت بيها هي راح أخلي الحافات الردل الشريط المطبوق. ليش؟ أنا تعرفون ما عندي أوفر، دائما أقول لكم أنا ما عندي أوفر. أنت إذا عندك أوفر تقدرين تسوين تعطينا لون بالأوفر على حافة الردن تطلع كلش حلوة، تقدرين تكفيها. بس هاليوم أنا شفت الشريط المطبوق وهي الفانيلة كلش حلو، يعطي زقزقة وكركشة كلش حلوة. هنا طبعا راح اشتغل لكم أنا قطعة واحدة، يعني دشداشة واحدة، والدشداشة الثانية بعدين أكملها. كملت الردن بهاي الطريقة. استغليت حافة الشيلة اللي هي مضروبة أوفر من البلاد تجي، طبعا كلكم تعرفون. راح أخليها على حطتها، يعني ما أكفها، وأرجع أخلي لاستيك. طبعا طول اللاستيك تقريبا بنات خذت 10 سنتيم مال الأكتاف. هسه راح أخلي للكتف مال الردن هاي اللاستيكة وأخرطها، أسحبها بإيدي وأخرط اللاستيكة. تشوفون شلون الردن صارت كلش حلوة، وطولها يعني قلت لكم تقريبا 16 15 سنتيم هالشكل، كلش حلوة تصير. والكشكشة مال الشريط بعد حطت ميزة كلش حلوة للقماش وفيكة حلوة. كملت الردن الثانية بنفس الطريقة بنات. أنا راح أشتغل طبعا بالشليل، راح أفتحهم هنا اثنينهم، لأن قلت لكم أنا أخذت اليوم دشداشتين. راح أخلي للصدر هم لاستيكة لأن هو مضروبة أوفر من البلاد مالتها، تقدرين تكفيها وتخلين لاستيكة كلش عادي. تشوفون اللاستيكة طبعا اعطيتها نفس الشيء تقريبا صارت عندي 15 سنتيم. رديتها شوية دلعة، تعرفون الطفلة بهيك عمر تصير دبدوبة وتصير حلوة باللبس هيك شغلات. هذا الصدر والظهر نفس الطريقة. وهذا الفصال منزلته أنا للكبار بأكثر من فيديو. هسه ايش عندنا؟ خلصناهم كلهم، غلفناهم، سوينا لهم لاستيك. راح نجي نطبق الردن ويا الشليل من الجهتين كلش حفرة عادية، وأسوي التثليثة مال الرياضة مو تنسوها، لأن هو هذا فصال رياضي بنات كلش سهل. كملت الجهة الأمامية، وهسه راح أسوي الجهة مال الخلف مال الشليل والردن. وتقريبا باعش قد سهل الخياط، صدقوني ما طول ربع ساعة واستغليناها وصارت نفانيف تخبر. هنا راح أنا شلون أميز الظهر من الصدر، لأن هو نفس الدلعة نفس القياس. خليت فيها كبيف فيونكة كلش صغيرة بنفس الشريط. هسه راح نطبق الفانيلة. طبعا تشوفون أنا من أطبق أسحب وأخيط. ليش؟ لأن الفانيلة تفتك باللبس. استغليت الحافات مال الديال مال الدشداشة، خليت هذا الشريط وأسحب أخيط وأسحب على مود تعطيني هاي القرنصة اللي كلش حلوة. وكملت دشداشتنا الأول وحدة وصارت كلش حلوة. وطبعا أنا كملت دشداشتين يعني هواي ربع ساعة قلت لكم، لأن كلش سريعة بالخياط وما بيها فيكات وهي حجم صغير. استغلينا هاي الشغلات اللي عندنا المتبقية بالبيت، وخاصة إذا نظيفة وجديدة. يعني الفوطة بنات أو الشيلة تصير لكم قطعتين بهيك عمر. المتبقي كلش من القراضة استغليت أشكل طبقت قطعتين، وخليت اللاستيك هذا بالملكوك سويته بوند كلش حلو مثل الشفقة يلبس ويا الدشداشة.
سويت ويا كل دشداشة قطعة من هاي البوندات، وكانت حلوة كلش على حفيدتي طبعا، بس ما قدرت أصورها وهي لابستها، وهنا سوينا لها قطعتين. إذا عجبكم الفيديو بنات لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك.